فاز فريق أتلتيكو مدريد على حساب نظيره ريال مدريد بنتيجة من 3-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو ضمن منافسة الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني الموسم الجاري من 2023 إلى 2024. جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من ألفارو موراتا هدفين وأنطوان جريزمان بالدقائق 4، 18 و46 لصالح أتلتيكو مدريد، بينما سجل الألماني توني كروس هدف ريال مدريد في الدقيقة 35 من عمر اللقاء. وبات تقدم أتلتيكو مدريد الأول ضد ريال مدريد بهدفين لأول مرة منذ خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. بهذه النتيجة يتواجد فريق أتلتيكو مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 1 وخسارة مثلها وتسجيل 13 هدفا وتلقي 5. بينما تواجد ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ويفرط الصدارة لغريمه اللدود برشلونة بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد ليتوقف انتصاراته عند 5 مباريات والخسارة في 1 وتسجيل 11 وتلقي 6 أهداف. شارك بيلينجهام في 6 مباريات مع ريال مدريد ببطولة الليجا وأحرز 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ويتصدر قائمة هداف المسابقة هذا الموسم. وواجه الملكي نظيره الأتليتي بعد انتصار صعب على يونيون برلين بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويستأنف الأتليتي مشواره المحلي بعد تعادل مثير